هخليكي تعملي احلى سندوتشات في البيت، بجد سهلة وبسيطة ولذيذة. وزي ما انت شايفة كده السندوتش جوسي ازاي من كتر الصوصات اللي فيه، واللحمة كانت دايبة دوبان كده، والطعم كان خرافة. تعالي حطي لايك للفيديو وصلي على النبي، وتعالي نشوف هنعمل ايه النهاردة. بص بقى، هنعمل النهاردة حاجة كده مختلفة وتدي طعم وتست للسندوتشات بتاعتك جميلة جدا جدا. معايا هنا في الحلة هتحطي معلقة ونص كده من السكر، عشان عايزين نعمل كراميل. هنعمل كراميل، هتكرملي بيه ايه يا منى؟ هنشوف دلوقتي هنكرمل بيه ايه. ماما جابت الحلة وحطت معلقة ونص من السكر، واول ما الكراميل كده خد معانا لون، هتجيبي بصل مقطعاه شرايح رفيعة، وبعدين هتبدأي تحطيه على البصل على طول، على السكر سوري، على طول اللي احنا كرملناه. ليه بقى؟ لان احنا عايزين نعمل بصل مكرمل. من اهميات سندوتشات البرجر او الفراخ او اي حاجه ان انت تعملي له سندوتش البصل المكرمل ده، بيدي طعم وتست جميل جدا جدا. وعايزه اقول لكم ريحته كانت خطيره وطعمه مسكر كده وحلو قوي. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الخلطه اللي احنا هنعملها. معايا هنا بصل، البصل ده ماما شالت منه وصفته يعني من الميه بتاعته. وبعدين هتبدأ نبهر البصل ومية البصل. هنحط بقى ايه؟ فلفل اسود، وماما برضه حطت فلفل اسود في مية البصل. هتحطي كمون، هتحطي هنا وهنا. وعايزه اقول لكم ميه البصل دي ممكن احنا بنتبلها وبنحطها في كيس تلاجة، وبنحطها في التلاجة او في الفريزر. بتبل بيها بانيه، بتبل بيها كذا حاجه جدا، بتنفعك في حاجات كتير قوي. بس تعالوا النهارده نشوف بس البهارات اللي هنحطها في البصله عشان نعمل البرجر بتاعنا، اللي هو ايه؟ بابريكا وفلفل اسود وكمون. وماما برضه هتحط كباب صيني. عايزه اقول لكم الكباب الصيني بتدي طعم جميل جدا. هنحط برضه مرقه اللي هي البودر، حلو كده زي ما انتم شايفين. التوابل اللي انت بتحبي طعمها في الفراخ او اللحمه بتاعتك حطيها، لان انت اللي بتاكلي، فاهماني؟ فانت اللي تحطي البهارات اللي انت بتحبيها. وهتظبطي الملح بتاعك. ومعاكي طبعا الاكياس اللي هي بتاعت البرجر دي اللي بتتباع جاهزة، هتحطي برضو ظرف منهم، بيدي طعم وتست حلو جدا. طب لو مش متاح عندك، او مش يعني مش عارفة ان انتي تجيبيه مثلا، مش بيتباع حواليكي او حاجة، هتحطي بقى ايه؟ بصل بودر وتوم بودر، وتتبلي تحطي بهارات بزيادة، تحطي جنزبيل، الحاجات دي كلها. امسكي بقى التوابل بالبصلة دي وتعجيها كويس جدا. خلي البصلة كده مع التوابل تكون متشربة منها، حلو كده زي ما انتم شايفين. دعكها دعكة كويسة كده. لو في بصلاية كبيرة ولا حاجة ما اتفرمتش كويس هنشيلها. معايا بقى هنا اللحمة المفرومة، وانتي بتجيبيها قولي له انا عايزاها تكون فيها يعني دهن شوية، او اللية دي شوية، فاهميني؟ انا معايا هنا كيلو ونص، فخليها اللي هي تكون مش حمرا، مش لحمة حمرا، لا انا عايزاها لحمة فيها دهون شوية، يعني عشان يكون البرجر بتاعك طعمه حلو كده وجوسي، ما يكونش لحمة حمرا صافي كده، فاهمني؟ بتفرق دي برضو. وانت بتجيبي من عند الجزار قوليله الخطوة دي. هنا بعد ما هتقرصي كده اللحمة بتاعتك اللي هي البرجر، هتبدأي برضه نحط معلقتين كده من السمنة. والفلفل ده طبعا هنحطه عشان نشويه مع البرجر ونحطه في الساندوتشات. عايزة اقولك هيديكي طعم خرافة. طبعا احنا عملنا هنا صينيتين. هبدأ بقى ان انا احطهم في الفرن. هنا كنت مقطعة بقى طماطم وخيار وخس وحاجات زي كده. زي ما انتوا عارفين الساندوتشات عايزة اقول لكم مش تاخد معاكم اي وقت. هنا معايا صوص الجبنه الشيدر. هتبداي بقى تجيبي الكايزر بتاعك وتحطي الصوص الجبنه الشيدر، وبعدين تحطي البصل المكرمل. كان طعمه خطير يا جماعه، طعمه حلو جدا جدا. جربيه في السندوتشات بتاعتك، هيفرق بجد معاكي جدا. احطي بقى طماطم. طبعا احنا هنا بنعمل السندوتشات حسب اللي يعني اللي بيحب طماطم، اللي بيحب خيار، الكلام ده كله. فحسب اللي محتاجينه في البيت اعملي له طبعا السندوتش على مزاجه. معايا بقى كاتشب حار، معايا مايونيز، معايا زي ما اوريكم صوص الجبنه الشيدر ده طعمه خطير جدا برضو يا جماعه. وعايزه اقول لكم السندوتش بامانه مشبع، وكمان طعمه جميل جدا. وجربي جربي جربي، باكد عليكم تعملوا البصل المكرمل، طعمه خطير،
طعمه جميل قوي يعني. هنا بقى انا وماما كنا بنعمل السندوتشات، وعماله اقول لها ايه، كنت حطيتي الخس الاول وبعدين كنت حطيتي الخيار الاول، وكنا عاملين نعمل ايه السندوتشات مع بعض. بس عايزه اقول لكم كان طعمها جميل، تسلم ايد ماما طبعا، هي اللي عاملاه، فتسلم ايديها. وعايزه اقول لكم برضو الفيديوهات اللي انا هبدا انزلها لكم الايام اللي جايه هتكون كده يعني فيديوهات مختصرة، لأن طبعا صيف ومش عايزين نقف في المطبخ كتير والكلام ده كله، فحاجات مشبعة وبتكون مختصرة وبتكون جميلة جدا، والطعم جميل برضو، فبتكون حاجات حلوة قوي. فما تنسوش تحطوا بقى لايكات للفيديوهات. وزي ما انتم شايفين السندوتشات قمر خالص، جميلة قوي بسم الله ما شاء الله. جربوا تعملوها. هنا بقى بدأت ان انا اعمل مع ماما كده سندوتشات، وخليت اختي الصغيره بقى هي اللي تصورنا. حطيت مايونيز، حطيت مع صوص الجبنه الشيدر ده. وبعدين هبدا احط شويه الصينيه بتاعت الكفته دي يا جماعه فيها من السمنه وفيها من طعم اللحمه، فاهميني؟ فخدت كده من المعلقه شويه مع شويه بقى ايه، بصل مكرمل، وهحط خس. طبعا السندوتش ده كان ليا انا، فاهميني؟ فكنت متوصيه في كل حاجه كده، احط بقى خس واحط كده الكفته، وبعدين احط كده كاتشب، وعايزه تحطي مايونيز حطي بقى الصوصات اللي انتي بتحبيها، غرقي السندوتش كده صوصات. هنا بقى الاكل، بصوا السندوتشات بعد ما خلصت انا عايزه اقول لكم كنت كمان عامله جنبيها مكرونه، لان احنا طبعا بنحب المكرونه جدا، فكنا عاملين مكرونه. بصوا بقى المايونيز والسندوتش بصراحه جميل جدا جدا، وانضف من بره، واحلى بكتير بكتير ان انتي تشتريه من بره. بجد السندوتشات كانت خطيره قوي. بصوا يا جماعه عامله ازاي جوسي، اللحمه بتاعتك جوسي كده، مش لحمه ناشفه ان انت متعرفيش تاكليها في سندوتشات او حاجه، لا، اللحمه طعمها جميل جدا. ماما حاطه بهارات لذيذه قوي مع صوص الشيدر، بجد كان خطير. جربوا اللهم صل على سيدنا محمد، الوصفه بجد جميله جدا. زي ما قلت لكم انا كنت عامله كمان مكرونه، بس قلت كده اوريكم لقطه كده صغيره. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش تحطوا لايك، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.